السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ غادة. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الطحينة الجميلة دي، طحينة السمسم. حاجة سهلة وبسيطة جدا وطعمها تحفة وموفرة جدا في البيت، احلى من بتاعة بره بكتير. وهنعملها بالطريقة الاصلية بتاعتها، وزي ما انتوا شايفين سمكها عامل ازاي، حاجة كده رائعة. ما تنسونيش باللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ غادة. دلوقتي انا معايا كوبايتين سمسم وكوباية زيت، والمقدار ده تشتغلي بيه على اي معيار كوباية عندك، مش شرط الكوباية دي. تمام. الكوباية اللي هتعايري بيها سمسم تعايري بيها الزيت. دلوقتي انا معايا كوبايتين زي ما انتوا شايفين، ومعايا كوباية من الزيت. هبتدي اول خطوة هعملها ان انا احط الطاسة على النار واخد كوباية واحدة من السمسم، وهبتدي ان انا احمرها واخلي الكوباية التانية يبقى سمسم ابيض زي ما هو. هبتدي احمر دي زي ما انتوا شايفين كده. هقعد احمرها كده، وخلي بالكم ان السمسم بيقعد يطقطق على النار، فتخلي ايديكي سريعة كده شوية، وتبتدي ان انتي تحمريه بسرعة علشان ما يتحرقش مننا. زي ما انتوا شايفين كده اهو. كده انا قربت ابتدى لونه يغير اهو بالشكل ده كده. خلاص معايا اتحمر اهو، وهبتدي اطفي عليه النار وابتدي اقلب فيه عشان ما يتحرقش من الطاسة. هجيب بقى شفشق الخلاط بتاعي، هحط فيه كوباية السمسم الابيض، وهحط فيه الكوباية بتاعة السمسم اللي انا حمرتها في الطاسة اهو. هفضيه كله في الشفشق الخلاط. ولو انتي خلاطك سرعته قليلة ممكن لو عندك الكبة سرعتها اقوى تقدري تشتغلي بيها يبقى افضل. هاخد نص كوباية الزيت افضيها في الشفشق، وهبتدي اضرب شوية كده، واول ما الاقيه مش بيلف كويس هفضي بقية الكوباية اهو. هبتدي ان انا اضربه، واول ما هضربه هلاقيه تقيل شوية معايا في الضرب. هبتدي ان انا احط نص كوباية الزيت التانية معايا. في ناس طبعا بيضيفوا عليه دقيق عشان يزودوا الكمية، بس انا بقولك على الطريقة الاصلية ليها. هي دي اسمها طحينة السمسم. انا مش ضايفة فيها اي اضافات ولا اي حاجة. اديني فضيت نص كوباية الزيت التاني. هي مش حاطالها غير زيت وسمسم فقط لا غير، فبيطلع طعمها جميل جدا وغني جدا. افضل من الطحينة اللي محطوط لها دقيق زي ما انتوا شايفين كده. بس طبعا زي ما قلت لكم، اللي بيبقى عايز يوفر فهو بيزود عليها دقيق. بس برضو انا ما يعني مش مستحب انك تحطي دي، لان الدقيق فعلا لما بيقعد شوية بيمرر. فالافضل ان انتي تعمليها بالزيت والسمسم بس. طبعا ده زيت كريستال عباد. لو حبيتي تحطي زيت سمسم عندك هيبقى افضل وافضل، وهيديكي نفس النتيجة ناجحة ان شاء الله. جربوا الطريقة دي وان شاء الله هتدعولي. اهم شيء ما تنسونيش باللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ غادة. طبعا هنضربه كويس جدا في الخلاط زي ما انتوا شايفين. ايه رأيكم في شكل الطحينة؟ تحفة والله، في منتهى الجمال. بجد نفسي تجربوها وان شاء الله هتدعولي. طريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة ولا اي حاجة، وسهلة جدا. اهم شيء بس يكون سرعة الخلاط بتاعك تكون قوية شوية. يعني اللي خلاطه ضعيف ممكن يستعمل الكبة او المطحنة، هتدي معاه نتيجة احسن. زي ما انتوا شايفين كده، وشايفين السمك بتاعها عامل ازاي في المعلقة. والله في منتهى الروعة، طعم وريحة حاجة كده واو. ما تنسوناش بقى زي ما قلت لكم باللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ غادة. وبألف هنا وشفا، ولا تنسوني بالدعاء.